انشقاق الطيار. حبينا نعمل معه اتصال ونشوف صحة الخبر، إذا الخبر صحيح ولا كذب. نحن دائما معكم بالحدث، معكم لنشوف شو عم يصير لحظة بلحظة، وخليكم معنا لنشوف تأكيد خبر انشقاق الطيار إذا انشق ولا ما انشق. نرجع الطيار. ألو، السلام عليكم. أخونا الطيار شو أخباره؟ طمنا عن صحته. شو؟ كل وسائل الإعلام تقول إنه حضرتك نزلت بالأردن، انشقاق مو انشقاق، ممكن تفهمنا شو صار؟ موضوع باكيت دخان. وصلنا كروز. دخان. ما في دخان تهريب بسوريا، فحبيت تنزل تدخن بالأردن. طيب وأنت لساتك مع القائد. طبعا نحن مهمتنا بس ننقل الخبر بأمانة وصدق. تمام. بتهدي غناية يا طيارة طيري فينا. بيهدي. طيب تمام، بنشوفك ان شاء الله. نتأمل انه كل الطيارين السوريين نقطع منهم باكيت الدخان، ونقول لهم تركيا والاردن ولبنان بترحب فيكم ايمتى ما بتحبوا، ايمتى ما حابين تشتروا دخان. حسيت الامانه قال لهم يجيبوا لنا مانكروزات يعبوا. طلع خبر انشقاق الطيار خبر كاذب. هو كل القصة كل ما هنالك، الطيار خلص الباكيت دخان تبعه، فحب ينزل بالأردن يشتري دخان ويزود حاله بالدخان، وهو حب يهدي غنية يا طيارة طيري فينا أو يا دنيا دوارة دوني فينا للقائد، وهو لساته مع القائد وبحبه للقائد، ومو معقول حدا ينشق. وبعدين مشان موضوع الطيارة وما الطيارة، انتم فهمانين الموضوع غلط يا جماعة. الطيارة هي مو للطيران، الطيارة هي أكلة. بالعادة نحن دائما بسوريا بنقول كلمة مهمة، شو ليش رقبتك حمراء؟ بقول له آكل طيارة. فليش انتم عم تكبروا الموضوع؟ رجاء لا تكبروا المواضيع. هي القصة كلياتها انه آكل طيارة. فحب انه يعني قناة معكم مراسل قناة الدنيا أبو فارس. طب سمعت الطيران اللي عندك شو اسطى؟